بما إننا بنتكلم عن الdigital marketing والرقمنة، وإن إحنا دلوقتي في عصر التكنولوجيا وعصر استخدام الإنترنت بشتى مجالاته ومنصاته، طبعًا لازم نتكلم في نقطة مهمة جدًا وهو الAI أو الذكاء الاصطناعي. في سؤال دايمًا مطروح النيو ميديا ووسائل الإعلام المختلفة اللي هي الtraditional media إن ممكن في خلال مثلًا 20 سنة أو 30 سنة أو 10 سنين من خلال التصريحات اللي بيقولها إيلون ماسك إن ممكن الذكاء الاصطناعي يحل محل البشر في الكثير والكثير من الأعمال، وإزاي نستفيد استفادة صح من الذكاء الاصطناعي في مصر. الAI هيستبدل الإنسان اللي هيقف مكانه. زمان لمّا طلعت التصوير وكان الرسامين وقتها كانوا شايفين إن التصوير ده هيحل محل المصورين، وكانت بالنسبة لهم مشكلة كبيرة جدًا إن التصوير يعتبر خلاص هياخد المجال بتاعهم. مع الوقت اكتشفنا إن التصوير صنع لينا مجال إبداعي جديد، قدرنا إن إحنا نستفيد بيه، وقدر الرسامين إنهم يستفيدوا بتوثيق وتصوير الأعمال بتاعتهم من خلال التصوير. فالشاهد من كلامي إن الAI هيستبدل الشخص اللي هيفضل مش بيطوّر نفسه. هل الAI هيستبدل البشر؟ هيستبدل بعض الوظايف بالفعل، وده حاصل حاليًا في بعض التخصصات، لكن هيظل الإنسان المواكب لتطور الAI وكيفية استخدام الأدوات دي لزيادة إنتاجيته وزيادة تميزه، هيقدر بكل سهولة إن هو يواكب التطور والحداثة، والAI ما يستبدلهوش أبدًا.